المتخصصين في اللغة لما حللوا تجربة كريستيانو رونالدو في تعلم اللغة الإنجليزية لاحظوا إنه مع الوقت بقى بيركز إنه يتكلم في لقاءاته وحواراته في التلفزيون بانسيابية وبراحة ورتم طبيعي من غير تقطيع أو تلعثم ولخبطة. حتى لو هيغلط في القواعد والجرامر أو الأزمنة وحروف الجر، الأولوية عنده والأهم إنه يتكلم وهو مرتاح وكلامه يبقى مفهوم. ده اللي هيخلي الحلقة حلوة والمشاهد يستمتع بكلامه. فهدفه هنا مش المثالية والدقة وكل القواعد يطبقها صح، هدفه الطلاقة. عشان كده حطوا قاعدة إن الاستمرارية والممارسة بتوصل للطلاقة، والطلاقة هي اللي بتوصل للدقة اللغوية. اللي يوضح لك ده أكتر إن كريستيانو كان في حدث ترويجي في اليابان، وكان في ولد ياباني صغير حاول يتكلم بالبرتغالي قدام رونالدو، فبدأ بالتحية كويس وبعد كده اتلخبط في بقية الجمل والأسئلة، فالجمهور ضحك بسبب طريقة نطقه وبطء الكلام. لكن رونالدو اتصرف بموقف راقي جدا وقال للمترجم هما بيضحكوا ليه، هو بيتكلم برتغالي كويس جدا والمفروض يكونوا مبسوطين لأنه بيحاول بكل جهده. الموقف ده موقف إنساني محترم، وكمان بيوضح أسلوب رونالدو في تعلم اللغات، إنه فاهم قد إيه ده بيحتاج شجاعة ومجهود، وإنه بيقدر قيمة التعلم بالمحاولة مش بالكمال، وإن كل حاجة تبقى صح 100%. السبب الرابع هو الدافع النفسي. لعيب الكورة في فترة الاحتراف بيعيش حلمه، بيبقى وصل للمكان اللي كان بيحلم بيه واتحط على طريق النجاح، فاللغة بالنسبة له خطوة لقدام في طريق حلمه اللي هو وصله وماشي فيه بالفعل. فمفيش ملل، مفيش إحباط، الدافع النفسي عنده قوي وواضح. محمد صلاح لما اتسأل عن فترة بداية احترافه في نادي بازل السويسري قال الجو كان بارد وما كنتش بتكلم انجليزي وما كنتش بعرف اتكلم اللغة اصلا، ومفيش حد في النادي كان بيتكلم عربي. كانت فترة صعبة جدا لكن كنت محتاج اتأقلم مع الوضع، يا اما ارجع، مفيش اختيار تالت. فلما تبدأ تتعلم لغة جديدة خلي الدافع النفسي بتاعك قوي، خلي النتيجة قدام عينك، بص لقدام وتخيل حلمك وان انت وصلت له. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.